عبد الكريم الخوت رجل في عمره 50 سنة، رجل أعمال في مدينة الدار البيضاء، متزوج وعنده جوج ديال البنيتات، سناء ومريم. سناء في عمرها 18 سنة ومريم في عمرها 24 سنة. الراجل ميسور الحال، يعني عنده بزاف ديال الفنادق، عنده بزاف ديال المطاعم، عنده بزاف ديال المشاريع. القصة ديال اليوم الخوت هي أبشع جريمة قتل في مدينة الدار البيضاء. شكون الضحية ديالها وشكون الفاعل؟ هادشي كامل غادي نعرفوه في القصة ديال اليوم الإخوان. خليكم معنا. قبل ما نبداو القصة ديالنا الخوت، كنتمنى كاع اللي كيشوف الفيديو ديالي لا عجبتكم القناة فضلا وليس أمرا ديروا اشتراك في القناة وديروا لايك وبارطاجيو الحلقات مع الأصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة إن شاء الله. ونبداو القصة ديالنا على بركة الله. عبد الكريم في عمره 50 سنة، رجل أعمال، عنده بزاف د المشاريع، كيف ما كنقولوا لاباس عليه، عنده بزاف ديال الخيرات. عنده جوج ديال البنيتات، سناء في عمرها 18 سنة ومريم في عمرها 24 سنة. عبد الكريم موفر أحسن الظروف للبنات ديالهم، كاع اللي كيحلوا عليها فمهم كيعطيها ليهم، يعني كابرين في واحد الأسرة اللي ميسورة، وحتى تربية حسنة. كاع الحوايج اللي كيبغيوها كيوفرها ليهم، دوز ليهم بيرمي، شرا ليهم سيارات، يعني كيف ما كنقولوا ولاد الفشوش. واخا ولاد الفشوش، عبد الكريم يعني قدر انه يربي هاد جوج بنات احسن تربيه. تخيلوا الخوت حتى من الوقت ديال الدخول للدار عندهم مضبوط. البنت الصغيره 7 د العشيه خصها تكون في الدار، البنت الكبيره 8 د العشيه تكون في الدار. وحتى الا بغات شي وحده منهم تعطل ولا عندها شي غرض، خاصها اتصل بالاب ديالها وطلب الاذن منه. البنت سناء الصغيره الخوت هي اللي بغيتكم تركزوا عليها. سناء من غادا دير 18 سنه الاخوان غادي تفكر انها تخدم. الاب ديالها بحكم انه عنده بزاف ديال المشاريع وعنده بزاف ديال الفنادق وديال المطاعم، هو بيدو محتاج اللي يخدم معاه. قرر انه يخدم بنته جيرو في لوطيل ديالو، هكا تقدر تكتسب بزاف ديال الخبره وفي نفس الوقت خدامه مع باها. فعلا الاخوان، البنت سناء كانت كتسالي الخدمه مع 6 د العشيه، 7 خصها تكون في الدار. والبنت الكبيره كانت خدامه في شركه واحده اخرى، 8 كتدخل للدار. كانت الحياه ديالهم مستقره الاخوان، عندهم السيارات ديالهم، عندهم الديور ديالهم، ما خصهم حتى شي خير. واحد النهار الاخوان كيجي الاب كيدخل للدار مع 9 ديال العشيه، كيدخل كيلقى غير البنت الكبيره والام ديالها. كيسول على بنته الصغيره سناء. الام ديالها قالت بلي راه مازال ما جات، وهما يسحب ليهم راها مع الاب ديالها. كيتصلوا بها في التليفون ما كتجاوبش. اواه بقاو حايرين، بقاو كيتسناو شي نص ساعه تقريبا بحال هكا. يعني البنت ما مولفاش ليها هادشي هذا. كيف قلت لكم الخوت، اللي قررت انها تعطل غير 10 دقائق خاصها تتصل بالاب ديالها. المهم الاخوان، عيا ما يتصل الاب ديالها، عيا ما يتصل في التليفون ديالها، عيا ما يتصل الاب ديالها في التليفون، الاخت ديالها كذلك، الام حتى شي واحد ما جاوباتو. الاخت ديالها الكبيره الاخوان قالت للاب ديالها راني كنعرف صاحبتها اللي خدامه معاها، كنعرف الدار ديالهم، كنتي وصلتينا واحد النهار، يلاه نمشيو، ما ربما تكون مشات معاها وخلات التليفون في الخدمه. فعلا الاخوان كتمشي هي والاب ديالها كيدققوا في الدار ديال الصديقه ديالها. كتخرج الصديقه ديالها، كيسولوها واش ما شتيش سناء، قالت لهم سناء راه خرجت من الخدمه اليوم بكري بواحد نص ساعه، قالت لي بلي راه عندها واحد الغرض وخرجت بكري، يعني خرجت قبل نص ساعه. هو شنو هذا الغرض؟ المهم هذه هي المعلومات اللي عرفها البنت. المهم الاخوان، الاب والبنت رجعوا للدار، دازت واحد نص ساعه تقريبا الاخوان، هو يصوني التليفون ديال اختها. ملي كيشوفوا شكون كيلقاو بلي سناء اللي كتصوني. كيجاوبوا في التليفون، كيجاوبهم واحد الولد: السلام عليكم، راني لقيت هاد التليفون طايح حدا القهوه الفلانيه، وراني شفت الاخت ديالها صونات وانا اتصلت باش نعطيكم التليفون. لا التليفون انا ساكن في الحومه الفلانيه، اجيو تاخذوا التليفون ديالكم. الاب يعني دخلوا الشك، بقى حاير، يعني الامور زادت تعقدات. مشاو فعلا ديك الساعات كيجريو، مشاو لديك العنوان، تلقاهم ديك الولد وعطاهم التليفون، قال لهم راني كنت جالس في هاد القهوه، وفاش كنت خارج بان لي التليفون طايح وهزيتو، بقيت كنتسنى حتى يصوني شي واحد، وفاش صونات اختها راني اتصلت بكم. ما علينا الاخوان، الاب ديالها ديك الساعات ما قدرش يصبر، مشى ديريكت عند البوليس، بلغ باللي البنت ديالو سالات الخدمه مع 6 العشيه
ودابا راه 11 الليل وباقا ما جاتش للدار، التليفون ديالها جابوا لنا غير شي واحد لقاه طايح، يعني ما عارفينش الوضعيه ديال البنت ديالهم فين هي. البوليس الاخوان بداو البحث ديالهم، خداو الماتريكيل ديال الطوموبيل ديالها، التليفون ديالها خداوه باش يديوه للخبره يشوفوا شكون اتصل بها اخر مره. المهم راه نتوما عارفين هاد الاجراءات الاخوان. الاب رجع بحاله. مع 4 ديال الصباح الاخوان شي واحد كيتصل بمركز الشرطه، كيعلمهم باللي واحد السياره خارجه مدينه الدار البيضاء شاعله فيها العافيه وفيها واحد البنت اللي ما قدروش يعرفوا الملامح ديالها لحقاش تحرقات كامله. البوليس كيمشيو الاخوان في الحي لمكان الحادثه، كيلقاو باللي السياره اللي محروقه هي نفس السياره اللي عطاهم الماتريكل ديالها الاب ديال سناء، ولكن البنت ما قدروش يتعرفوا عليها بحكم انها تحرقات كامله تقريبا. كيديو البنت للتشريح، من بعد التشريح كيلقاو باللي البنت هي سناء، وكيلقاوها باللي تعرضت للاعتداء قبل ما تموت وكانت تحت تاثير واحد المنوم. البوليس كيتصلوا بالاب ديالها، كيجي الاب ديالها كيعلموه بالقضيه، ما قدرش يستوعب هادشي اللي وقع للبنت. المهم الاخوان هنا البوليس غادي يبداو البحث ديالو. اول واحد غادي يمشيو عنده هو الصديقه ديالو ديال البنت. مشاو ومن بعد بحث طويل وراجعوا الكاميرات لقاو بلي فعلا البنت ما عندها حتى شي علاقه بالاختفاء ديال سناء، بلي فعلا البنت سناء خرجت من الخدمه نص ساعه قبل ومشات بوحدها. هنا غادي يدوزو الخط الثاني، الولد اللي جاب ليهم التليفون. كيمشيو البوليس الاخوان عند الولد اللي جاب التليفون، من بعد بحث طويل كيكتشفوا بلي ان حتى الولد ما عنده حتى شي دخل في هذه الجريمه هذه. من بعد ما رجعوا الكاميرات لقاو بلي فعلا الولد كان جالس تما، وفاش كان خارج لقى التليفون، وان البنت كانت حتى هي جالسه تما مع شي واحد وخرجات قبل ما يلقى الولد التليفون. هنا الاخوان يعني الامور زادت تعقدات. البوليس غادي يرجعوا لعند صاحبتها الاولى، غادي يسولوها واش سناء كانت كتعرف شي ولد ولا عندها شي ولد في حياتها. البنت غادا تقول لهم بلي فعلا سناء كانت كتعرف واحد الولد سميتو منير، بالحق تفارقوا هذه شي 4 شهور. البوليس سولوها يعني المعلومات ديال هاد منير فين خدام وفين كيسكن. منير خدام معاه في نفس الفندق ديال الاب ديالها. مشاو البوليس استدعاو هاد منير كيديوه للكوميساريه، كيسولوه كيلقاو بلي منير كيهضر بواحد البروده وتايق في النفس ديالو، وباين انه ما داير حتى شي حاجه من هادشي كله. البوليس بحكم ما بقى لهم حتى شي راس الخيط خاصهم يزيدوا يحققوا في هذه القضيه هذه. كياخذوا الاذن من عند النيابه العامه وكيمشيو للدار ديال منير باش يزيدوا يفتشوها. مشاو الاخوان كيفتشوا ولقاو بلي عنده واحد المنوم هو نفسه اللي لقاو البنت سناء تحت التاثير ديالو قبل ما تموت. سولوه ديال اش هادشي، قال لهم غير واحد الدواء خرجوا لي الطبيب من كيكون عندي الارهاق والخدمه بزاف كناخذو باش كنرتاح. البوليس شكوا الاخوان وزادوا قلبوا اكثر واكثر. قلبوا لقاو في الملابس ديال منير بعض البقع ديال الدم. من بعد الخبره الاخوان لقاو بلي هاد البقع ديال الدم هي فعلا ديال سناء. من بعد الاخوان البوليس كيتوصلوا بالخبره ديال الهاتف ديال سناء، لقاو بلي اخر واحد دارت معاه اتصال هو منير. هنا الاخوان جمعوا كاع الادله ولقاو بلي كاع الادله كيثبتوا حاجه واحده، ان منير هو اللي ارتكب الجريمه، بحكم انه لقاو في الدار ديالو نفس المنوم اللي كانت الاخت سناء تحت التاثير ديالو، لقاو بقع ديال الدم في الملابس ديالو ديال سناء، ولقاو بلي هو اخر واحد دوات معاه في التليفون. هنا البوليس كيحطوه في امر الواقع الاخوان، وما بقى الاخ منير الا يعترف. وفعلا اعترف اليوم، قال لهم بلي انا اللي قتلت سناء، لحقاش اكثر من 4 سنين وحنا كنعرفوا بعضياتنا ومواعدين نفسنا بالزواج، وفي غلطه بسيطه قررت انها تسمح فيا وتبدا حياتها من جديد. حاولت نصلح الامور وحاولت ولكن بدون جدوى، بحكم انني كنت كنبغيها ما قدرتش نشوفها مع شي واحد اخر، قررت انني نصفيها ليها وما كنتش عارف اش كندير حتى لقيت راسي ارتكبت الجريمه. قالوا للبوليس يعني عاود لنا شنو كيفاش وقع. قال لهم انا اللي اتصلت بها وقلت لها ممكن نتلاقاك نطلب منك السماحه على كاع داكشي اللي فات. وفعلا سناء تلاقاتو لحقاش كانت حتى هي باقا كتبغيه. من بعد داها للدار ودار لها منوم الاخوان وتعدى عليها، وفاش خاف ان البنت غادا تمشي
عند البوليس ولا دير له شي مشكل بلا ما يحس، قتلها الاخوان وداها خارج المدينه وشعل في السياره ديال العافيه باش هكا يخفي الجريمه ديالو الاخوان. ومن بعد هادشي الاخوان كيتحكم الاخ منير بالسجن المؤبد. وكانت هذه هي القصه ديالنا الخوت. كنتمنى تكون عبره لبزاف ديال الشباب ولبزاف ديال البنات. وإلا وصلتوا معنا حتى لهنا كنتمنى منكم الاخوان ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتبارطاجيو الحلقه مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. ونشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله يا ربي. السلام عليكم.